ويت اول يوم كليه خلصت بقى ثانوي وخلصت الدوشه بتاعت الثانويه والامتحانات يعني ان شاء الله تبقى سهله عليكم، بس كانت في حاجه غريبه. اكيد مثلا جاب لك في امتحان العربي مفرد نقانق. خلصت بقى رئيس ثانويه، خلصت كل الكلام ده، انت كينج دلوقتي ما عندكش حاجه تعملها بقى ايه غير تشوف التنسيق، تشوف الكلام ده كله، تخش كليه ايا كانت الكليه بقى. انت خلاص بقى هتخلصها كينج برنس، ما عندكش حاجه زي كده قاعد ما بعملش حاجه. والله ما بعمل حاجه، قاعد شغال مستني ماذا بعد. يمكن مثلا حلقتين ثلاثه هتشوفني بقى حلقه قرع، عندي تربيه عسكريه بقى نروح نقف الصبح في حلوان الساعه 7 عشان نقول تحيا جمهوريه مصر العربيه وجمال عبد الناصر 100 100 ونرجع تاني. شكرا. انا مش فاهم التربيه العسكريه دي بامانه. ما هو انا هخش جيش وليه في تربيه عسكريه للبنات؟ اقف في حلوان الساعه 7 الصبح، اعمل طابور الصباح واقعد بقى ايه، يعمل كده ونزل 10 ضغط. المهم انت داخل الكليه بقى ايه، خلاص انت هتغير شخصيتك، هتغير شخصيه الثانويه اللي كانت غريبه بالنسبه لك وتطور بقى. وانا كنت بطور، فقعدت اطور اول يوم كليه قعدت اطور لحد ما كفيت على وشي. هحكيها بقى يعني ايه المشهد اللي جاي. او خلينا دلوقتي، انا دخلت الكليه كنت بقى الروش. قبلها كنت سقطت في فنون جميله، ورسمت بقى مع فنان مرهف الاحساس رسم عن مشاعره في ثانويه عامه. جت عني مقوله في جريده الاهرام، وخلاص بقى كنت اللي هو اللي ياه لما الفاكينج. وقعدت بقى ايه ما عنديش حاجه اعملها، اخش تربيه فنيه بقى، اخش ابقى الفنان اللي فنون جميله تندم انها ما خدتوش. دخلت اول يوم بقى خلاص انا كينج يا باشا، نزل عني مقوله في جريده الاهرام ما حدش يقدر يكلمني. دخلت اول يوم الدنيا تمام، اتعرفت على ناس وصاحبتهم وبقيت اللي هو ايه قائد المجموعه، ونروح هنا نقعد هنا مش عارف ايه وبتاع. بعد كده جيت الساعه 3 4 تقريبا خلاص ايه كل واحد هيروح لحاله، بس الدنيا لسه متجمعه يعني لسه في سنه اولى وثانيه والكلام ده كله لحد خمسه. فانا يا باشا داخل عادي كده كاجوالي وبتكلم وبتاع. احنا في عندنا البرجوله فيها درجه، ففي وسط ما انا بقى مندمج بقى ماسك الشخصيه حاكمها، رجلي اتزحلقت وقعت. المشكله ان البرجوله كان فيها ميه، كانت غرقانه ميه في خرطوم مخروم في اول يوم كليه. نزلت بقى كينج قاعد عامل كده، كله طبعا ساكت، محدش يتكلم محدش قال حاجه. لا خلاص واحد وقع، يا دي يا ايه الاحراج ده، ازاي حظك ان انت تقع في اول يوم كليه قدام الجميع. المهم كل الناس ساكته مش عارف الا واحد يعني كبر وبقى راجل محترم دلوقتي وبقى بيلبس ملايات في الشارع، مش هقدر اسامحه. وانا اسف انا اسف يا يوسف، بس انت اللي خلتني اجيب سيرتك تاني. انت عارف لو ما كنتش تحك كان زمانك بتلبس ملايه في الشارع دلوقتي. الفكره ان اول حاجه جت في بالي اول ما وقعت خلاص انه يعني مش ان انا بقى هدومي متبهدله ومتطين يعني شكلي لوحه تشكيليه بيكاسو، متكعب قاعد متكعب كده رجلي فوق راسي ومش عارف ايه وبتاع. اول حاجه جت في بالي طب والشخصيه اللي انا كنت ببنيها، خلاص كل ده راح. ومن ساعتها خلاص بقى لو انا راجل واقع اول يوم كليه ما تستناش مني حاجه. والمهم يعني انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يشوف حد يقول اه والله ده شكله شخص 100 100 في اول يوم كليه، لان انتوا كلكم بتبقوا تايهين، انتوا كله بيبقى طور لاهي في برسيمه، قاعد بقى قاعدين يخبطوا في بعضيهم كده لحد ما بيفهموا هو ايه هو ايه ده، يعني ايه ما فيش مستر، يعني ايه البس هدوم خروج كل يوم في ايه ده. وتلاقي بقى واحد منجرس في اول يوم كليه. ده الواد ده الشخصيه ديت انا مخنوق منها. الشخصيه ديت انا قسما بالله العظيم كان هين عليا. المهم بص احنا في كليه فنيه تمام، فهو بتلاقيه مثلا ماشي في الكليه بقى ايه يحمل اثقاله، قاعد بقى شايل اللوحه وشايل ستاند مطبقه كده وحاطه في ظهره وشايل الشنطه بتاعت الرحاله. هو جاي من الدقي مثلا الكليه في الزمالك، وده ثالث يوم ليه، يعني ده ثالث يوم ليك في الكليه. فانت بتعمل ايه؟ انت هتحاول تمبريس مين؟ حد يشوفك يعني ولا هو ايه ده يا الواد ده حمال اسيه. المهم هتيجي مثلا في اول يوم كليه تبص في الجدول، محاضره معرفش كام، مدرج 5، مبنى ب انا معرفش عشان انا الكليه عندي عباره عن علبه وصندوق، مبنى العميد جنينه مبنى خلصت. انا حاسس ان انا ما دخلتش كليه، يعني انا حاسس ان انا ما جاتليش الخبره بتاعت الكليه. ما يعني في ناس بقى تقول لك اصل احنا عندنا انتساب واحنا عندنا انتظام واحنا عندنا ايه انتساب؟ يعني انا دلوقتي كواحد في انتساب مثلا، انا ما اعرفش يعني ايه انتساب. انا كواحد في انتساب لازمه الكليه ايه ان انا اخشها لو انا مش هحضر؟ يعني واخد مثلا ملازم اللي باخدها، ما هو انا كنت باخدها في السنتر، كنت باخدها في ثانويه. الشهاده طب ما اروح احضر، طب ما انا هفهم المنهج ازاي لما تديني؟ يعني انا اعرف واحد صاد بقى قاعد في الكليه دلوقتي بقى له بتاع 6 سنين، كل اللي بيعمله بتعمل ايه يا ابني؟ بروح اجيب ملازم. في حاجه تانية الفرق ما بين المحاضره والسكشن، دي حاجه انا مش فاهمها. طب ما هما الاثنين مكان دراسي، انت الاثنين بتقعد تدرس فيهم. يقول لك لا والله اصل المعيد بيدي ما اعرفش السكشن والدكتور يتكرم ويدينا ما الدكتور يجي يحضر والعميد والمعيد يجي يحضر المهم نرجع لمرجوعنا تاني. انت دلوقتي ماشي داخل الكليه بتشوف بقى فين المدرج ده تمام، تلاقي واحد واقف عامل زي ام بي سي واقف كده، تلاقيه لابس مبهرج وعامل زي مهرج القريه. تروح بقى تقول له فين البتاع ده، فين المدرج ده؟ يقول لك اه تعالى انا كنت عارف، وياخدك بقى ايه يوديك الاندلس، يعني هو عارف طريق الاندلس ولا يعرف طريق مدرج 5 مبنى به.
من اغرب الحاجات اللي انا شفتها في الكليه برضو، غير البنات اللي بتيجي الساعه 7 الصبح حاطه فول ميك اب وبييجوا بقى ايه لابسين كعب. ليه تلبسي كعب في الكليه فول ميك اب سنه اولى؟ حاول تمبرس المهرج القريه اللي بيقف مبهرج بيقعد يعمل شقلباظات ويقعد ينزل بقى 5 ضغط ومش عارف ايه وبتاع في نداء التزاوج اللي بيعملوه. المهم في نوع برضو اللي انا كنت بقى جايب سيرته في الاول دوت، واحد دخل الكليه شايل بقى ايه زي ما قلت الستاند واللوحه ومش عارف ايه وبتاع، دخل عادي. اول ما دخل كده بيبص على الجميع شاف واحده قال بس هو ده التارجت. عدي جنبها كده رماها بطرف عينه وبعد كده قال لها تعرفي ان انت بتترسمي؟ وراح سحب لها كرسي، ضرب الارض طلع كرسي سحب لها قعدها وراح مطلع بقى ايه هو شايل الستاند راح رافع الستاند حاطط اللوحه وقاعد. وفي الاخر اللوحه يطلع شخاخ في لوحه يقول لها دي المدرسه انا عاملها باسمي، وده براند الوان انا عامله برضه باسمي، والاثنين ولاد وسخه. اللون مثلا تيجي تلون بيه كده تبص بعيد عامل زي الحبر السحري، اول ما تبص بعيد تبص تلاقي ماشي خلاص راح غادر. كنت عامل حلقه عن الناس اللي في كليات فنيه وناس قعدت تكلمني ولا كاني جاي من خدمه اجتماعيه مثلا. وفي نوعيه تانية بقى من الناس تلاقيه جاي مثلا لابس قميص وبنطلون فورمال طول السنه لابس قميص وبنطلون فورمال ونضاره شمس كبيره بتاعت زي تامر حسني قبل ما يعمل العمليه ويبقى ماين كرافت، وجايب كوبايه قهوه ساده معلش خش كده بقى المحاضره يعني وخش سلم على بتاع الامن، ايه يا ريس عامل ايه كله تمام؟ بتاع الامن بقى واقف واحنا جالنا زياره ويخش بقى يعمل فيها رائد الاعمال. لا المحاضره دي محاضره مش جايه على مزاجه معلش، فيقوم بقى يغادر يروح يتداول. نحن المتداولون قراراتنا دايما. واغرب حاجه او مش اغرب اخطر اعبث حاجه ممكن تحصل في اول يوم كليه، المجموعه بقى انتوا دلوقتي مجموعه مع بعضيكوا كده اتعرفتوا على بعض وعايشين حياتكم عادي حرفيا. قسما بالله ما هيعدي سنه غير بعد كده هتلاقوا نفسكم اللي ساب الكليه مثلا الغادر، اللي جالها نداء التزاوج وقررت تتجوز في سنه تانية عشان تحمل في سنه رابعه. ليه في سنه رابعه في ناس كتير حامل بتولد؟ ليه في واحده تخش الامتحان ابني هيجي يرسم معايا معلش يلا تفعل مراقب يا حبيبي. من ضمن برضو الحاجات التانية الحرية بتاعت الجامعة. انت خلاص داخل بقى، يمكن مثلا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تبقى تروماتايزد منها في الامتحان تشوف البابل شيت ده للدفعة الجديدة، تشوف البابل شيت تقول يا دين امي. ده بالنسبة لي البابل شيت ده كان اختراع، معايا 50 سؤال اختر. المهم انت ده دخلت كلية وخلاص بقى الحرية بقى حر انت راجل حر دلوقتي، تاكل بقى مطرح ما تاكل وتشرب مطرح، واللي يكلمك انت فين يا حبيبي انا في الكلية خلاص هيقفل كل حاجة. بعد كده تبدأ تسأل هو ايه ده؟ ليه في واحد مثلا ياخد حريته في جامعه حلوان؟ انت مثلا كواحد في جامعه حلوان بتروح 9 الصبح بتمشي مثلا 2 الظهر، بتعمل ايه كل ده؟ ما ايه اللي يتعمل في جامعه حلوان؟ انا رحت يوم كشف الطبي كنت ماشي في اللي هي الكوره القش ماشيه جنبي عادي، انا داخل زي ما واضح على وشي انا مش لابس نظاره ما بلبسش نظاره، بس مكتوب في الكشف 6/6 بنظاره. ده اولا. ثانيا في بتاعت اللي هو العمل الوان الارقام بالالوان وسط الدوائر ومش عارف ايه وبتاع عشان تشوفها تقول ايه ده انا ما بشوفش، انا بالاخضر بشوفه رمادي يا لهوي. محملها من فيسبوك انا كنت شايفها اللي هو ده رقم 60 الصفحه اللي بعدها 70 من غير ما ابص. فالولايه بقى اللي بتعمل لي الكشف اللي هو ايه ده يا لهوي انت سوبر مان بتشوف ورا الحائط. انا كان معايا واحده في جامعه فنيه بنرسم بالوان عندها عمى الوان ونجحت ودخلت عادي وكاجوالي عايشه معانا دلوقتي، والدكتور تقعد تتخانق معاها تقول لها قلت لك حط اخضر وتقول لها فين الاخضر ده. بس سمعت يعني من ناس في MSA ان عندهم في كلتشر تقريبا ما اعرفش عندهم ستاربكس جوه. ليه يبقى في ستاربكس في MSA وليه في MSA؟ انا برضه ما بحبش MSA الصراحه، لا MSA ولا BUC. يعني انت دلوقتي لو اتعلمت كليه ب 100,000 جنيه مصروفه ايه القبض اللي انت اكسبكتد ان انت هتقبضه هنا؟ حاسس ان انا دخلت وخرجت داخل اطار الموضوع بس انا مطبق عشان اصور قبل ما احلق شعري عشان التربيه العسكريه، فراعيني رعاك الله. انت خلصت ثانوي دخلت كليه فوق بقى فوق تمام، ما تقولش بس خلاص بقى ايه انا دلوقتي هقلع القناع الثانوي والبس قناع الكليه. هي نفس الخرا، لما هم نفس الناس اللي ما كانوا معاك في الثانويه بقوا معاك في الكليه. وروح خلص كليتك شوف الدنيا ومش عارف ايه وما تكونش جروب وتزعل عليه كمان اسبوع ان هو ياه ما انت لما بتيجي تصاحب ناس في اول يوم كليه او في اول اسبوع اول سنه انت مش بتصاحب الناس، انت بتصاحب الكاركتر اللي هم عملوها. فالمهم عشان مش قادر انا برتجل، انا قاعد برتجل وبهبد. الف مبروك اللي دخل الكليه واللي في ثانويه خلاص تمام قدر ولطف والحمد لله. انا اخيرا بعد 7 سنين خلصت كليه واقدر دلوقتي امارس حياتي كواحد خريج ما بيعملش اي حاجه غير انه بيشتغل ويصور يوتيوب ويطبق عشان يعرف يصور يوتيوب عشان الشمس عشان ما جبتش اضاءه لسه. بس كده تصبحوا على خير باي باي.